السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله تكونوا ملاح وبصحة وبعافية إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله تكونوا توجستوا عباشيركم ملاح إن شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير معكم هذا الكحك. لهنا نروحوا للمقادير ديالي مباشرة. هنايا درت كاس حليب ونزيدو كاس ماء، يكونوا طبعا دافيين ماشي باردين، باه راح نديرو خميرة الخبز باه تتفاعل. لهنا درنا مغرف تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، ويكونوا هذوك لهنا شوية فارينة. هنا فارينة نزيدو. هنا زدت شوية حبة الحلاوة، ودرت انا ريحة بالبسباس. ثم حبيت زيدو. انا درت غير هاد الزوج مواد. درت حبة الحلاوة ريحة البسباس نحبهم لهنايا، ونخلط. ودرت شوية ملح، طبعا درت معاهم شوية ملح. حبيتي تشري انا لهنا درتهم مطحونين هذوك الزرارة، حبيتي تشريهم هكذاك وخليهم. هذاك الكاس اللي عوضي ديريه ما ديريه صفيه وديري هذيك تاع زريحة البسباس وحبة الحلاوة واليانسون. حبيتي ديري هكذا ديري. انا لهنا درتهم غبرة، نحب الريحة تاعهم بزاف. درت غبرة وخلطهم مليح مليح، دخلتهم في ذاك الماء والحليب دافي والخميرة تاع الخبز. وتحبي تخليهم يريحوا خليهم. انا لهنا شويه كنت مزروبه ما خليتهمش يريحوا. زدت لهم كاس سكر. انا سكر كي زدتو هكا ما جاتنيش حلوه، ديروا كاس وربع هكا تجيكم مليحه. لهنا زدت الزيت كاس، نص كاس، ما كترتش انا الزيت. وندخل هذيك المواد نخلطها مليح مع بعض، الحليب بالماء هذوك الاعشاب. زدت السكر وزدنا الزيت والخميره طبعا تاع الخبز. حاولي تدخليهم حتى ينسجموا مع بعضياتهم مليح. الا هنا درت مبشور الليمون، درت كميه مليحه. وزيدي ثاني مغرفه كبيره تاع لافاني. خلطي مليح يجي خفيف هذا الكحك مليح. ونزيدو حبه بيض تكونش بدرجه حراره المطبخ. هذيك البيضه من جبتوهاش ديريكت من الثلاجه، جبتيها من قبل. وخلطي حتى تحل هذيك البيضه في ذاك الخليط كامل. هنايا خلطت وبعد كنبدا نضيف. هنا حبيتو تخلوه يريح شويه حتى تتفاعل ديك الخميره. ما حبيتوش، انا قلت لكم كنت شويه مزروبه، انا درتو وخرجت. بعد كده رجعت ليه حتى تخمر به، رجعت صافي رونتو خلطتو وخليته. الا انا نضيفو الفارينه. طبعا انا كنت نخلتها ونعاود ننخلها. هكا هذا تدخلي ديك الفارينه في ذاك الخليط غير بشويه. دخلي هكذا ديك الخليط. نزيدو الفارينه هنايا، ونزيدو كيس تاع خميرة الحلوى مع هذا الخليط كامل. تزيدي كيس تاع خليط كيس تاع خميرة الحلوى. نعاود لكم المقادير هكذا، انني نهدر هكذا وراني نعاودو في المقادير. كاس حليب، كاس ماء، نص مغرف تاع حبة الحلاوة، نص مغرف تاع زريحة البسباس، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، شوية ملح. ونخلط هذه المواد ثم نزيد كاس. زيدي كاس ونص. انا درت كاس قلت لك ما جاتنيش حلوة، اللي ما يحبهاش حلوة بزاف. انا البر هذا الكحك نحبه شوية حلو. لا انا ضفت الخميرة اللي قلت لكم عليها مع الفارينة. قلت لكم اللي يحبوا حلو يزيد. انا درت كاس، زيدي تيالي الكاس ما جاش حلوة بزاف. واللي يحبوا حلو مليح الكحك يجي شوي حلو وما يجيش صامت. ما عجبنيش صامت انايا.
يزيد كاس وربع، ودرنا كاس زيت، كاس غير صباع هكذا زيت، ودوكا نلموها بالفرينه حتى نلمو ونزيد نضيف الفرينه حتى نتحصل على العجينه تلصق، تكون تلصق في صبيحتك، ماشي ما تزيديش الفرينه، قلت الفرينه، ما تزيديش الفرينه حتى تجمد لك تبدا قاصحه، لا خليها طريه هكا، كي تجي تلميها تبدا تلتصق في يدك، معليش كي تريح يتسقم روحها. هي انا دائما نقول لكم العجينه كي تريح الفرينه، شوفوا الفرينه كي يكون فيها الزيت ولا الزبده غير تريح تسقم روحها، غير تريح حتى تخليها هكاك طريه، حتى تخليها هكاك طريه تتلاصق، بصح كي راح تخمر كامل غير تعاودي ترجعي ليها تسيبيها هايله هايله هايله. لا نضيفو في الفرينه كما قلت لكم حتى نتحصلوا على عجينه تلتصق في الاصابع هكا، غير بشويه ضيفي وخلطي، ضيفي وخلطي، ما تخليهاش تقساح لك، اني نقول ونعاود ما تخليهاش تقساح. راني مصورت لكم هكا كامل المراحل، ما حبيتش انا ننزع منها نقطع ولا، راني نصور لكم هكا غير بشويه من طريقه نفوت نزرب. كاين بنات قالوا لي وعلى تفوتي بالزربه لي فيديوهات تاعك، شوفوا كيف تحصلت على راك تشوفوا فيها ماهيش ملساء هكذا من الفوق، شوفوا كي راهي دايره لقي باش تلتصق هكذا، ونخلوها تخمر. دوكا نديروها في المول ونخلوها تخمر حتى كي تخمر لهنايا، خمرت لي رجعت ليها خمرت طلعت، نهبطو داك الهواء ونشكل كرات هكا صغار 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 لي بول هكا صغار، حبيتي توزنيهم ما حبيتش انا قطعت هكا عشوائي، ما وزنت ما والو، انا حنديرهم للدراري ياكلهم ما وزنتهمش هكا، سكبتهم هكا وتدهني يدك بالزيت شويه، وكي ديري هكا كرات تخليهم يرتاحوا شويه باش كي تجي هكذا تخبزيهم هكذا ما يبداوش يرجعوا شغل كي لاستيك، كي يكونوا حلو يطلقوا رواحهم، كي تحليهم يساعدوك كما قلت لك، خليهم يريحوا، كي ديري كرات هذوك الصغار خليهم يريحوا واحد 10 دقائق ولا، وعاودي يرجع ليهم. ودوكا هكذا شوفوا كي حليتها وراني نلوي فيها هكذا رقيق، حليتها رقيق ولويتها كي يصير هكذا، ومن بعد كملنا شغلي لصقتها بما ما تنحليش، ونسكم هكا حربوش طويل، ثاني نخليه هذا الهربوش دوكا كي نجي نحلو ينحلي بكل سهوله ما يغبنيش هكذا، نخليهم هكا يرتاحوا شويه، ومن بعد كاني هكا حليت ولا انا زدت طولته شويه كما نقولوا، وواسيتو هكا بالمسقطعي ما توصيش حتى للطرف، هذه الحبه زوجه هكذا كما راكم تشوفون. نظن الصوره مفهومه كلشي راني مفهوم معكم. ومن بعد درتهم في الصينيه، غطيتهم طبعا غطيهم ما تخليهمش هكا كي ينشفوا لك، غطيهم انا غطيتهم وخليتهم يتخمروا. كي تخمروا جبدتهم دوكا درت شعلت الكوشه، كي خمروا لي شعلت الكوشه وراني دوكا نديرهم في حبه بيض مع شويه قهوه، ونديرهم شويه جلجلان من الفوق، حبيتي ديري جلجله حبيتي ديريها حبه البركه ساندويتش اش حبيتي ديري، اللي موجود سكر ديري سكر نورمال وحده، انا درت جلجلان كان متواجد عندي هكذا كما راكم تشوفوا راهم خامرين هنايا، خلوهم حتى يخمروا بعد ديروا البيض هكذا هكذا. رانا شاعلين الكوشه على من بعد كي تدخليهم نقصي شويه الكوشه، ما تخليهمش انا شويه نحرقوا لي من تحت، والله الولا نحرقوا لي كانت الكوشه سخونه بزاف. الا انا وثقتي راهي واجده. ما تنساونيش خواتاتي من لايك اشتراك وتعليق زوين من عندكم، ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله تكون وصفتي عجبتكم اليوم، وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة إلى وصفة جديدة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه ودمتم بألف سلامة.